يا إخواني، سبحان الله، موسى عليه السلام عندما ذهب من أجل ميعاد الله عز وجل له، يريد أن يتكلم مع الله. الحين من شدة تعلق موسى بالله عز وجل ولذة المناجاة مع الله، طلب موسى طلب من الله، وهو أن ينظر إلى الله عز وجل. قال رب أرني أنظر إليك. من شدة تعلق موسى عليه السلام بالله عز وجل، ومن شدة محبة موسى عليه السلام لله عز وجل، وهو يناجيه قال رب أرني أنظر إليك. طبعا يا أخوان، الله لا يرى في الدنيا، الله عز وجل لا يرى في الدنيا. لا تستطيع أبصارنا أن تتحمل رؤية الله في الدنيا. فمن أجل ذلك يا إخواني، الله قال لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال ابن عباس إن الله قد تجلى لهذا الجبل مقدار الأنملة، مقدار أنملة تجلى لهذا الجبل. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. موسى عليه السلام عندما أفاق قال سبحانك تبت إليك. نحن متى نفيق؟ متى نفيق من هذه الغيبوبة، غيبوبة الغفلة عن عظمة الله، وأن الله عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى من عظمته غني عنا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. يا إخواني، سبحان الله، يعني الله عز وجل تفضلا منه وتكرما منه سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. الله كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. والله عز وجل يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تتوقع النبي صلى الله عليه وسلم ما راح بلغ الناس هذه الآية؟ كم ما وصلت إلينا؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله
عز وجل قدم رحمته قبل عذابه من أجل أن يرحمنا، من أجل أن يتوب علينا، من أجل أن يبدل سيئاتنا إلى حسنات، من أجل أن يحبنا. يا إخوان، الذي أعلن توبة لله عز وجل ترى الله يحبه. مين نحن عشان الله يحبنا؟ طيب نحن قد تلطخنا بالذنوب والمعاصي سنين، فجأة بعمل واحد وهو التوبة والرجوع إليه يحبنا؟ لا، أزيدكم، الله عز وجل إذا أحب فلان نادى في السماء يا جبريل، أعظم الملائكة له 600 جناح، بطرف جناحه أهلك 14 قرية من قرى لوط، وقيل 7 قرى. ها يا إخواني، بطرف جناحه ينادي أعظم الملائكة يا جبريل إني حب فلان ابن فلان، فيحبه جبريل. أعظم الملائكة يحب هذا التائب، وهذا جبريل أعظم الملائكة ينادي في السماء يا أهل السماء يا ملائكة إن الله تبارك وتعالى يحب فلان ابن فلان فأحبوه، فيحب أهل السماء، فيضع الله له القبول في الأرض فيحب أهل الأرض وأهل السماء. يا إخواني، الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. الله يجعلنا من أحبابه. قولوا آمين.